السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين وأحلى مسا على أحلى اخوات معانا في القناة. النهاردة الناس اللي بتسألنا دايما عن عروض إيطاليا هنتكلم النهاردة عن المرحلة التانية اللي هتفتح اليومين الجايين. يعني جاي أقول لك جهز ورقك عشان تبدأ تقدم على المرحلة التانية في 2024 واللي هتفتح في أكتوبر. يا جماعة احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن المرحلة الأولى في مارس 2024 من نفس السنة. هي مرحلتين عقود العمل الإيطالية بتفتح مرتين في السنة في شهر مارس وشهر أكتوبر. نتكلم النهاردة بالتفصيل من الموقع الرسمي الخاص بقانون ديكراتيو فلوسي. اللي عايز يعرف كل التفاصيل يتابعنا وما ينساناش يا جماعة بالاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. ويا مساء الورد عليكم على أحلى أخوات في الدنيا. النهاردة يا جماعة احنا هنتكلم عن الشروط الجديدة أو الشروط الخاصة بعقود العمل الموسمية لدولة إيطاليا. يعني لو أنت عايز توفر فلوسك وعايز تقدم على العقود ديت، وهنعرف عدد العقود ديت المطلوبة هيكون كام بالظبط وفئة كل عمالة. يعني بالظبط هتكون مصر مطلوب منها كام عامل. يعني لو بصينا المجمل العقود ديت هنلاقي 151 ألف عامل في جميع القطاعات، في الزراعة، في السياحة، في البناء، في الميكانيكا، العمل في المطاعم، الكافيتريات. يعني من الآخر لو أنت حابب إن أنت تقدم على العقود ديت ابدأ دلوقتي. قدامك طريقتين. الطريقة الأولى إن أنت طبعا لو ليك حد يقدر يساعدك في الحتة ديت، لأن أنت محدش يضحك عليك ويقول لك أنت اللي هتقدم بنفسك. لا، أنت مش هتعرف تقدم بنفسك على العقود ديت، لأن العقود ديت يا جماعة لازم يكون معاك صاحب عمل سبونسر. صاحب العمل دي في المجال اللي أنت حابب تروح فيه. ومدة العقود ديت طبعا بتحدد بناء على طلب صاحب العمل، لما 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، سنة. المهم ان انت يكون معاك سبونسر يا جماعه، اللي هو كفيل او صاحب عمل هو اللي هيقدم لك من هناك عقود العمل بنقررها تاني. ما يكلفش صاحب العمل حاجه. ناس بقى تقول لي مثلا امال بتجيلنا غاليه ليه؟ الكلام ده دي متاجره او في ناس بتستغلها وبتبدا اللي هي تساوم بيها. دي ما تخصنيش، لكن انا بفهمك عقود العمل الايطاليه ديت. لو واحد عايز يخدمك هيخلص لك العقود من هناك بطريقه سهله جدا ومش هتكلفه بتاع 1000 يورو. لو دخلت ودورت في الموقع هتلاقي برضه ان العقود ديت تكلفتها بسيطه جدا، وفي القطاعات اللي احنا اتكلمنا عنها، ومش محتاجة منك خبرة، ومش محتاجة منك لغة، مش محتاج منك أي حاجة. السن المتاح للتقديم على العقود ديت برضه هم محددة من 18 ل 55 سنة. يعني أكبر من 55 سنة مش هتعرف تقدم على العقود ديت. عمر مناسب برضه لأغلب الشباب اللي حابب يقدم على العقود ديت وقدامه طريقة إنه يحصل موافقة من صاحب عمل. يبقى الطريقة السهلة ليك حاليا لو أنت حتى هتدفع فيها فلوس هي الطريقة إن أنت يكون ليك حد هناك. ده هيساعدك كتير، خصوصا إن أعداد المصريين في إيطاليا كتير وأكيد طبعا لهم معارفهم. فهنلاقي إن أنت لو حابب إن أنت تحصل عقد عمل بالطريقة اللي إحنا بنتكلم عنها، شوف مثلا تكلفة عقد العمل هيساعدك فيها بقد إيه. وزي ما قلنا يا جماعة لو ديت بتقدم على جواز السفر بتاعك بصورة شخصية. وطبعا بقية الإجراءات بيقوم بها صاحب العمل هناك في إدارة الهجرة. بيقدم لك طبعا من خلال الرابط اللي هيبقى موجود في صندوق الوصف. أنت مالكش أي صلة بيه. يعني محدش يضحك عليك ويقول لك قدم بنفسك على العقود ديت. انت مش هتعرف تقدم على العقود ديت، انت لازم تجيب موافقة من صاحب العمل. وصاحب العمل بيبدأ لك في الإجراءات من هناك. هو بيحتاج منك صورة جواز السفر بتاعك وصورة شخصية، لا أكتر ولا أقل، ولا هتدفع أي فلوس. طبعا في بعض المواقع اللي احنا هنتكلم عنها بتساعدك إن أنت تقدر تجيب برضه أصحاب أعمال وتقدر تتواصل معاهم من خلال السيرة الذاتية. طبعا أنت بتعمل سيرة ذاتية يا جماعة باللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية، وبتبدأ طبعا تبعتها. بس الأفضل إن أنت تعملها باللغة الإنجليزية وبتبعتها على الروابط طبعا موجودة على المواقع دي. وبتحاول تتواصل مع أكبر عدد من أصحاب الأعمال. يعني تتواصل مع أكبر عدد من أصحاب الأعمال. هي محتاجة منك برضو شوية صبر، وإن شاء الله في حالة إن أنت حصلت موافقة من أي صاحب عمل بيبدأ هو يجري لك في الإجراء. يعني دورك هنا بس إن أنت تجيب موافقة من صاحب عمل. دورك هنا بس إن أنت تجيب عرض عمل. دورك هنا بس إن أنت تاخد قبول من أي صاحب عمل في أي مجال اللي أنت حابب تشتغل فيه. قلنا عقود العمل الموسمية الخاصة بإيطاليا في جميع القطاعات أو بنسبة 99% في أغلب القطاعات البسيطة اللي مش مطلوب منك فيها لغة، اللي مش مطلوب منك فيها خبرة، اللي مش مطلوب منك فيها حساب بنكي ولا حجز فندق. بعد كده صاحب العمل هو المسؤول عن توفير كل الإجراءات ديت. لأن لما بتيجي تقدم طبعا على التأشيرة بعد كده هو بيبعت لك ايه العرض العمل اللي هيساعدك ان انت تستخرج بيه التأشيرة. دورك هنا لما بتاخد عرض العمل انت بتروح السفارة، مسؤول جواز السفر
السفر بتاعك وعرض العمل والصورة الشخصية، وبتدفع بس تمن التأشيرة اللي أنت هتاخدها، مفيش أي إجراءات تانية لا أكتر ولا أقل عشان محدش يقعد يفتيلك فيها. فأنت لو حابب إن أنت تعرف الموضوع بالتفصيل أنا هسيب لكم برضو الرابط في قلب صندوق الوصف من الموقع الرسمي الحكومة الإيطالية. الموقع ده هيوضح لك كل حاجة بالتفصيل عن العقود دي. العقود ديت يا جماعة بتتكلف على صاحب العمل متعداش 100 يورو، هو اللي بيجيلك من هناك. انت دورك بس بتقدم على جواز سفر وصورة شخصية. لو حد عايز يخدمك هو اللي هيقول لك ابعت لي صورة شخصية، ابعت لي صورة جواز السفر بتاعك، ويبدأ يخلص لك الإجراءات من هناك، من إدارة الإجراء من هناك. لأن شرط أساسي أي حد يقدم على عقد العمل لازم أن يكون معاه SBID اللي هي زي إقامة كده، أو اللي هي الشخصية بتاعتك. فأنت لازم يكون معاك هناك مثلا الإقامة ديت، وبتجري طبعا تقدم. لو أنت معاك الإقامة ديت مثلا ومعاك حد هنا حتى من إيطاليا ومعاك في البلد بتاعتك، ممكن يعمل لك الإجراء ده لو عنده أي مصلحة طبعا، ويقدم لك اونلاين. اما طبعا لو انت ما معكش اي حد فانت مضطر ان انت يكون لك معرفه هناك في الدوله، معرفه ده يخلص لك الاجراءات ويقدم لك اونلاين من الموقع الخاص بالعقوديات. المرحله الثانيه بنقولها تاني هتفتح في شهر اكتوبر 2024. تعالوا نعرف بقى التفاصيل بالظبط ايه. يعني احنا اتكلمنا ازاي هتقدم عليها، الاوراق، الخطوات. السن يا جماعه 18 ل 55 سنه، دي السن المحدد. مطلوب 151 ألف عامل في قطاعات البناء، في قطاعات السباكة، في قطاعات الكهرباء، في الرعاية الصحية، في جميع طبعا القطاعات اللي احنا فاهمينها. في حاجات هتبقى عقود موسمية وعقود غير موسمية. وزي ما احنا في العقد الموسمي هو عقد طبعا لفترة معينة وفترة محددة، بعد كده من حقك إن أنت تعدل وضعك هناك، من حقك إن أنت بعد كده تكمل دراسة، بيفتح لك إن أنت تقدم لجوء، تتنقل لأوروبا، تأشيرة شنجن. إيطاليا زي ما إحنا فاهمينها بتسمح لك إن أنت تدخل 28 دولة أوروبية تانيين، من حقك تكمل دراستك. يعني قدامك كذا بقى مجال أو باب إن أنت ت- تعمل بيه إقامة. يعني مش مجرد إن أنت خدت عادي موسمي خلاص أمورك استقرت، لا، أنت ليك فترة مؤقتة في قلب البلد، إقامة مؤقتة في قلب البلد. لو أنت حابب بقى بعد كده تعدل الإقامة ديت، بتبدأ تشوف الحالة المناسبة ليك إن أنت تعدل عليها وضعك لإقامة، سواء كانت عمل، سواء إن أنت تقدم لجوء، سواء إن أنت مثلا تكمل بيها دراسة، سواء إن أنت حصلت حتى يعني إقامة زواج. قدامك مجالات مفتوحة. أنا بنتكلم على الحالات السهلة اللي هتساعدك بعد كده إن أنت تاخد إقامة داخل الدولة. تعال ندخل على الموقع الرسمي كده يا جماعة ونفهم الموقع ده بيقول لنا إيه عن العقود ديت. أنا هشرح لكم أهم النقط والبنود بالظبط، أو أوضحها لكم كده معانا النهاردة عشان الناس يبقى عندها ملخص كامل عن العقود ديت. محدش يقعد يفتيله بقى ويقول لك ده جايب كلام من دماغه. الكلام ده يا جماعة من الموقع الرسمي بتاع ديكراتيو فلوسي أو قانون فلوسي. هي ديت الإجراءات، ونفس الإجراءات المطلوب 151 ألف عامل. وزي ما قلنا يا جماعة التقديم عليها اونلاين بس، مش انت اللي هتقدم، صاحب العمل اللي هيقدم، وان انت تجيب موافقه من صاحب ده اللي انت حابب تشتغل فيه. وطبعا انت بتبعت له صوره الجواز السفر بتاعك وصوره شخصيه، وباقي الاجراءات هو عليك. بعد كده بيبعت لك عرض العمل او الموافقه على الايميل بتاعك، بتبدا تخلص اجراءات التاشيره بتاعتك من بلدك. محدش بقى يقول لك مثلا ايه انا اخلصها لك، ده انت اللي بتقدم. انت بتقدم بس عشان تجيب موافقه من صاحب العمل. يعني في طريقه تانية الناس بتقدر تشتغل عليها، مثلا ان انت بتبدا تعمل سيره ذاتيه. السيره الذاتيه دي برضه تبدا تتواصل مع صاحب العمل. الهدف الوحيد كله ان انت تجيب موافقه من صاحب العمل، يبعت لك موافقه، سواء بقى كانت مده 3 شهور، 6 شهور، سنه. بعد كده انت بتاخد عرض العمل ده وبتستخرج تاشيره ايطاليا. عقود ايطاليا طبعا احنا فاهمينها اسعارها تعدي نص مليون. وزي ما احنا فاهمين برضه في ناس اساسا ممكن ما تكلفهاش حاجه، هتكلفتها 1000 يورو هناك أو 2000 يورو، هو بيبعتها لك برضه بنفس المبلغ اللي هو بيتاجر بيه، أو إن هو مثلا ما يكونش محتاجك بس هو خلاص لك عقد عمل وبياخدك كتجارة. فالناس تاخد بالها من النقط ديت عشان الناس ما تسألنيش في الحتت دي. الحتت ديت في أسعار عالية، وفي ناس بتقول لك مثلا ما بتكلفوش حاجة بس هو بيتاجر بيها. دي ما يخصنيش، أنا بعرفك الطرق وتكلفة الحاجة والأوراق اللي هتطلب منك، وإيه الشرط الأساسي اللي هيكون معاك. العقود ديت ما بطلبش فيها حجز فندق، ولا طلب منك حساب بنكي، ولا طلب منك أي رسوم هتدفعها غير وأنت في السفارة وبتخلص إجراءات التأشيرة. بس بتدفع تمن التأشيرة
وتعالوا نخش كده على الموقع الرسمي بتاع طبعًا الموقع الخاص بديكوراتيو فلوسي. الموقع ده هيوضح لكم كل حاجة، الرابط بتاعه برضه هيكون موجود في قلب صندوق الوصف، واللي حابب يعرف أكتر عن العقود ديّة ويشوف عدد التأشيرات والمجالات المتاحة والأعمال المتاحة، وهي إيه هي الأعمال الموسمية المطلوبة والأعمال غير الموسمية برضه المطلوبة، وكل دولة لها عدد معين من التأشيرات. يعني مصر مطلوب منها 25,000 عامل، يعني المجمل من دول العالم 151,000 تأشيرة عمل. مصر من الدول اللي زي الجزائر وزي غيرها من ألبانيا وأي البلدان التانية، من الدول مطلوب منها 25,000 عامل، وكل قطاع متقسم. فأنا هسيب لكم الرابط يا جماعة تخش عليه، خش ترجم طبعا الموقع للغة العربية، شوف البنود موجودة ازاي، الشرط الأساسي عشان تقدم ايه، بعد كده مين اللي هيقدم لك هناك من إدارة الهجرة في قلب إيطاليا، وطبعا مين اللي هيخلص لك الأوراق. بعد كده دورك أنت هتعمل إيه في البلد بتاعتك عشان تخلص إجراءات التأشيرة. الموضوع سهل جدا، بيعتمد قلنا على خطوتين: إن أنت تجيب موافقة من صاحب العمل، بعد كده صاحب العمل بيبعت لك الموافقة ديت، بتبدأ أنت تخلص إجراءات التأشيرة من البلد بتاعتك. وأنا عشان نساعد الناس مثلا اللي ملهاش حد هناك في قلب إيطاليا، برضه الناس تاخد بالها من النقطة ديت، أسيب لهم أهم مواقع أصحاب الأعمال. صحيح العملية ديت محتاجة منك شوية صبر، إن أنت تبعت سيفيهات وتصبر وتبعت لكذا واحد وتقدم على المواقع وتستنى الرد. هي مسألة نصيب ورزق، لو ربنا يسرك الحال وكتب لك التوفيق طبعا هيبعت لك صاحب العمل موافقة، ويبدأ يتواصل معاك أو يتكلم معاك على الإيميل بتاعك، وتبدأ تتفاوضوا طبعا في الإجراءات بتاع عرض العمل، ويبدأ يبعت لك عرض العمل اللي هتبدأ تستخرج بيه إجراءات التأشيرة. كل الكلام ده أو الروابط ديت هسيبها لكم في قلب صندوق الوصف للناس اللي هي طبعا حابة تسافر إيطاليا وتقدم على المرحلة التانية. دي المرحلة التانية يا جماعة، كنا اتكلمنا قبل كده في المرحلة الأولى، دي المرحلة التانية. وهسيب لكم كافة الروابط بتاعها بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت الناس يكونوا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.